فتح القاروص سنجاري بالطريقه ديت، بنشيل الخياشيم من الراس الاول وبعد كده بنقسمها نصين وبنشد السكينه من فوق السلسله، بيتفتح معانا القاروص بالشكل الرائع ده، وبنشيل السلسله بتطلع معانا بسهوله، وبنشيل الاحشاء وبنروح نغسله غسله كويسه. الاول بقى بنبدا بذكر الله وصلاه للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. القاروص بيكون جميل جدا في السنجاري، عشان كده انا هعمله معاكم النهارده على شبكه، واحنا خلي بالكم هنا ما قشرناهوش ولا قصقصناه، عشان طبعا القشر اللي احنا بنسيبه ده بيحافظ على ان السمك ما يلزقش مننا في الشبكه. اما لو هنعمل القاروص سنجاري في السيلفر، لا يا جماعه، ده احنا هنقصقصه ونقشره وننضفه تنظيف كامل، عشان هنحط له خلطه فوق السيلفر كده وصوص وتتبيله مميزه. بالفرشه نضفنا القاروص بتاعنا وطلع ابيض شفاف، بنتبله بقى الملح والثوم والكمون، عندنا بهارات سمك اضافيه ضيف زي ما انت عايز تحط شطه او فلفل اسمر، شويه كزبره او شويه كاري، مفيش اي مشكله. اهم حاجه ما تنسوش الليمون وشويه الزيت على التتبيله. وبنعتبر الصلصه هي الصوص اللي بيلون لون السمكيه ويخلي شكلها احمر حلو. بنخف الصلصه كده بشويه ميه وليمون وشويه زبده وشويه زيت، ونعصر برتقانه برضه هيديك صوص يطعم السمكيه ويخلي طعمها كويس. بعد ما خدت 10 دقايق في الفرن بنتدخل، تعالى شوف المنظر معايا. هنكمل سواها بقى فوق ظهر الشوايه، ومعايا الجمبري البتر فلاي. ان شاء الله باذن الله هنقدم كل ده قريبا باذن الله، والقاروص هنعمله لكم مقلي جزل. الله يا سلام على الجمال. شايفين اللحم؟ لو عجبنا الفيديو هنحط له لايك ونقول راينا في التعليقات، وننتظر الجديد دايما. اعملوا له مشاركه يا جماعه للغير. هنقدمه مقلي بطريقه وتتبيله في منتهى الجمال والروعه، هنقدمه شوربه وحاجات كتير كتير لسه هنقدمها من اخوكم الشيف رضا شعبان فوده. لو بتشوفونا لاول مره اعملوا متابعه عشان تشوفوا الحاجات الحلوه.